جمهور الاهلي لو هيشكر بني ادم واحد بس النهارده هو المفروض يشكر ياس تورو. ليه؟ لان هو ما الفش، ما جودش، ما عملش اي حاجه، قعد ساكت من الاخر يعني. يعني شكرا يا تراب ان انت ما جودتش، ما الفتش، حطيت كل العيب في مكانه، ما عملتش اي افتكاسه في الفرقه النهارده. فهو ده في حد ذاته يشكر عليه. انت قبل الماتش كراجل اهلاوي النهارده لما بتتفرج على الماتش، يعني اعتقدش ان في 3 4 مع بعض كده كان عندهم تصور الاهلي هيلعب ازاي. في ظل الغيابات اللي موجوده، ياسر ابراهيم مش موجود، الشناوي هيلعب ولا شوبير، مين هيلعب مكان محمد هاني قدام، مين هيلعب، زيزو هيلعب ولا لا، الكلام ده كله. فما كانش في تصور الاهلي هيلعب ازاي. حتى احنا لو بنتفرج على التشكيل من الاول كده، هو الاهلي هيلعب 4-3-3 ولا هيلعب 3-4-3، هيلعب ب4 ورا ولا ب3 ورا، انت مش فاهم حاجه. رباعي دفاعي اول مره يلعب مع بعض الموسم ده، ولكن ما كانش فيه خطوره كبيره عليهم لسبب واحد فقط او لسببين. اولا ان الزمالك كان سيء قوي النهارده وهنتكلم عنه باستفاضه يعني. ثانيا لان الفرقه كانت فايقه النهارده ونص الملعب وخط الهجوم كان مغطي على الخط الدفاعي. بمعنى ايه؟ ليه النهارده طاهر محمد طاهر لعب كوينج يمين، ما لعبش حتى مثلا كراس حربه؟ لان طاهر محمد طاهر الورك ريت عنده عالي، راجل بيعرف يجري، راجل بيعرف يدافع، بيدافع بشكل مميز. قطع مع احمد رمضان بيكهام اللي بالمناسبه انا شايف ان هو يعني يستحق فرصه ان هو ينافس محمد هاني على الباك اليمين. الراجل في مكانه في كباك يمين احسن بكتير جدا من هو بيلعب سيرد باك. يعني النهارده انا شايف ان هو كان مميز بصراحه، قدر ان هو يعني في المكان ده لا يستحق ياخد فرصه. فطبعا محمد طاهر قدر ان هو يقفل الحته دي بشكل كبير. نفس الكلام الناحيه الثانيه، تريزيجيه قدر ان هو برده يساعد برده كوكا في الحته الشمال، وكوكا اصلا مميز دفاعيا في حته الباك الشمال دي. فانت النهارده قدرت ان انت تخلي نص الملعب بتاعك وخط هجومك والباكين بتوعك ما يبينوش العوار اللي عندك في الخط الدفاعي. انت عندك خط الدفاع النهارده، انت بتتكلم في 4 اول مره يلعبوا مع بعض. ناس كتير جدا كانت متخوفه من الرباعي ده. شفنا في بعض الفرص للزمالك طبعا زي فرصه ناصر منسي اللي كانت في الشوط الاولاني، اللي انا شايفها بصراحه يعني كانت تفرق جدا مع الزمالك، تخلي النتيجه بدل 1-0 تبقى 1-1. لا الماتش كان هيروح في حته ثانيه خالص. ولكن خليني اقول لك ان ياس تورب النهارده بصراحه يعني عجبني ان هو ما الفش. دي اول حاجه. عجبني النهارده برضو في حاجه تانية، وان اللعيبه، او ليه النهارده الاهلي كسب، ليه النهارده الاهلي شكله مختلف. نتكلم كوره بقى. اللعيبه النهارده يا باشا نازله مضروبه. اللعيبه النهارده نازله مضروبه على وشها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيبه شافت ان جمهور الاهلي الماتش اللي فات ما سماش على حد. جمهور الاهلي يخش يفتح اي حاجه كده وشوف جمهور الاهلي كان بيسمع على اللعيبه ايه. بس سمعهم اللي يستحقوا يسمعوه، شتايم وان انتوا لعيبه عالة على الفرقه وي 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 الكلام ده كله. فانت النهارده ما كانش عندك اوبشن انك تخسر مباراه الزمالك. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت النهارده بتتكلم في لعيبه هم خلاص نازلين على ارض الملعب النهارده. هو خلاص بقى يا معلم، اصل انت في العادي بتتكلم احنا الاهلي عندنا تريزيجيه وزيزو وبن شرقي ومش عارف وامام وايه والكلام ده كله. لا يا باشا، انت ما عندكش حد. انت هتلاعب فرقه زي الزمالك، فرقه فايقه، فرقه حاطه رجلها في الملعب، فرقه لو انت ما اديتهاش الاحترام اللي تستحقه هتاكل على وشك. بجانب ان جمهور الاهلي ما كانش مسمي على الفرقه، وما كانش هيسمي على الفرقه، وما كانش هيسمي على نجوم الفرقه. يعني انت بتتكلم النهارده، شفت لقطه بن شرقي في الهدف الثالث اللي جابه لما راح يعتذر لجمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي شايف ان بن شرقي ما اداش اي حاجه من ساعه ما جه. رغم النهارده الراجل كان رايق جدا. يعني بن شرقي النهارده هو نجم المباراه الاول بدون اي منازع، واثبت الكواليتي بتاعته. ولكن هو مش لازم ان احنا نقعد نسب ونلعن ونشتم في اللعيبه ونخسر الدوري علشان يبان الكواليتي بتاعت اللعيبه. امام عاشور النهارده انا استغربته بصراحه في نص الملعب. نص الملعب النهارده كان مأدي بشكل ممتاز، حتى على المستوى الدفاعي قبل المستوى الهجومي. كان قافل نص الملعب بشكل كويس جدا مع مروان عطيه. برضو امام من اللعيبه الكسوله في حوار ان هي يدافع ويرتد والكلام ده كله، لا كان عامل ده بشكل مميز النهارده. فانت بتتكلم ان اللعيبه النهارده نازله مكسوره نفسها. اللعيبه النهارده نازله فايقه علشان انت ما عندكش اوبشن غير ان انت تكسب. انت لو ما كسبتش انت بره. يعني انا بتخيل كده، وانا كان ده رايي بصراحه، الاهلي لو كان خسر مباراه القمه يسترب كان اول واحد هيضحى بيه. الراجل ده ما كانش هيكمل يوم تاني في النادي. هو الاهلي صبر على الراجل عشان الشرط الجزائي، ولكن من وجهه نظري برضو مباراه القمه دي لو الاهلي كان خسرها كان هيبقى محتاجين كبش فدا. وكبش الفدا الاول في الفرقه والوحيد انت ممكن تضحي بيه دلوقتي هو يستر. فكان الاهلي هيستحمل الشرط الجزائي وكان هيضحي بالراجل. ولكن هل ده معناه ان ياس تورب هيكمل مع الاهلي او فوز النهارده ده يفتح صفحه جديده بينه وبين الجمهور؟ لا.
قولا واحدا لا، الراجل ده مش هيكمل مع الاهلي الا في حاله واحده فقط. خد بالك من حاجه، عقد الراجل للاسف الشديد يعني كارثه بالنسبه للشؤون القانونيه حتى في النادي الاهلي. عقد الراجل انت مش هتعرف تمشيه، لازم يحضر معاك اول مباراه في الموسم الجديد، بمعنى ان الراجل ده هيقعد معاك فتره الاعداد اللي جايه، بمعنى ان الراجل ده هيلعب اول مباراه في الموسم الجديد وبعد كده تقول له باي باي. قبل كده هياخد مستحقاته كامله، وشرط الجزائي بتاعه قوي جدا ان الاهلي مش هيقدر عليه. فانت بتتكلم في ان الراجل ده وارد لو حقق الدوري السنه دي ان هو يكون موجود السنه الجايه، وارد. بس انا شايف ان ده هيبقى قرار اداري وليس قرار من، او يعني قرار مش هيبقى جمهور راضي عنه. النادي الاهلي محتاج مدرب اقوى من الراجل ده بكتير، لان انا شايف ان الراجل ده عندي ملحوظه عليه، انا شايف ان هو ما بيتحكمش في حاجه، انا حاسه مش بيتحكم في حاجه. ليه؟ هديك مثال. النهارده الراجل ده صمم ان كاموش بعد الاهلي ما كان هيفسخ خلاص اعارته وهيمشيه، ان كاموش يقعد، صح؟ وان هو هيديله فرصه ومش عارف ايه وبتاع. هو كاموش فين؟ ما حد كده يجاوبني على السؤال ده. كاموش ده فين؟ هل حد بيشوفه بيخش ال 18 حتى بتاعت اي مباراه؟ بيخشش. حد بيشوفه بيشارك حتى لو دقايق؟ ما بيشاركش. طب هو الراجل قاعد على اساس ايه؟ فواضح ان الراجل تم سحب الصلاحيات الفنيه منه تماما بعد النتائج المخيبه الفتره اللي فاتت. احمد عيد، احمد عيد انا استغربت النهارده ان شفت احمد رمضان بيكهام هو اللي بيبدا الماتش، رغم ان المفروض ان الطبيعي ان احمد عيد هو الباك اليمين الثاني بعد محمد هاني. فلكن برضو يعني دي كلها حاجات تقول لك ان تورب غالبا قاعد بيتفرج زيك، هو ما عندوش الصلاحيات الفنيه في الفرقه. واكبر دليل على كده ان كاموش اللي هو اصر عليه ان هو يكون موجود والاهلي ما يفسخش اعارته او خلاص ما يرجعوش لفرقته تاني، الراجل اصلا ما بيخشش جوه ال 18 اللعيب. واضح ان في يعني اجماع على ان الراجل ده لا يليق فنيا بالنادي الاهلي. على الناحيه الثانيه لو هتتكلم على اللعيبه النهارده انا شايف بصراحه يعني في بعض اللعيبه بتثبت جودتها في لقطه في الثانيه في الثالثه. يعني انا حسين الشحات لعيب ممكن يكون ما بيظهرش كتير، ما بيلعبش كتير مؤخرا، ولكن حسين الشحات في اي مباراه زي مباراه القمه اللي فاتت قبل دي بالظبط هو فارق. هو لعيب بيعرف يلعب ماتشات كبيره، لعيب عنده دي ان ايه الاهلي، زي ما بنتكلم كده لعيب عنده دي ان ايه الاهلي. فلعيب النهارده بتشوفه بعد غياب كبير قوي، لعيب ما بيلعبش بقاله كتير، ما رجليه مش في الملعب على طول، بيأدي بشكل ممتاز النهارده. اشرف بن شرقي كانت كواليتي ما حدش يختلف عليها، بس اشرف بن شرقي النهارده رايق، ما ينفعش اقول عنه حاجه تانية غير كده، رايق. وترب حطه في مكانه ما جودش، فالراجل النهارده ادى. ده طبعا بجانب السوء اللي كان عند لعيبه الزمالك. يعني انت هتتكلم بقى على الزمالك النهارده، لا هو اللي يعني الفرقه كلها النهارده مش فايقه، فرقه الزمالك كلها مش فايقه. يعني حسام عبد المجيد والونش، انا اتفرجت على ماتشات الزمالك تقريبا الموسم ده كلها، انا ما شفتلهمش ماتش اسوء من الماتش اللي هم كانوا بيلعبوه ده. نفس الكلام عبد الله السعيد، وما اعرفش كان معترض ليه وهو خارج، انت ما عملتش اي حاجه النهارده يا معلم. اخوان بزيره برضو انا ما اعرفش يعني هو النهارده كان ماله. يعني هو النهارده الراجل برضو ما كانش بيأدي، يمكن عشان ما كانش بيلعب في مكانه معظم الوقت. ولكن يا باشا في فاول في الدقيقه 69، اللي هو احمد اللي هو الفاول اللي جه للزمالك في الدقيقه 69، عمال برضو بيشجع الجمهور وسخانه وبتاع. يا باشا انت مغلوب 2-0 يا معلم. يعني في ناس كان في تصريح لكابتن حسن شحاته بيقول ان اخوان بيزيرو لعيب كويس، ولكن بلغه الكوره كده بياكل الجمهور الاونطه، يعني اللي هو يعني فاموس بقى وبتاع وبيقعد يعيط وبيعمل حركات ممكن تكون اوفر شويه. فالناس طلعت هاجمت كابتن حسن شحاته القيمه والقامه الكبيره. يعني لا انا شايف ان كلامه منطقي بصراحه. يعني اخوان بزيرة ما بيظهرش في الماتشات الكبيره من وجهه نظري يعني. في نفس الوقت كمان يعني في بعض الحاجات اللي بيعملها، يا اسطى انت ما جيتش النهارده، انت ما جيتش النهارده ولا جيت في ماتش الزمالك اللي قبل كده، الاهلي والزمالك اللي كان قبل كده، وثلاث ارباع الماتشات الكبيره للزمالك انت مش موجود. لعيب ممتاز مفيش اختلاف على امكانياته، ولكن مش لعيب ماتشات كبيره. ممكن يكون لسه ما عندوش الخبرات الكافيه في حاجه زي كده، لكنه مش لعيب ماتشات كبيره. نفس الكلام بالنسبه لناصر منسي، وكان فين ناصر منسي النهارده؟ يعني النهارده ناصر منسي مضيع فرصه. انا شايف بصراحه ان الزمالك جاله فرص النهارده، جاله هدايا من الاهلي لم يستغلها. يعني انت النهارده عندك فرصه ناصر منسي اللي كانت في اول المباراه دي، ما اعرفش هو لعبها باي طريقه باي شكل ليه كده، ولكن يعني كانت تفرق بشكل كبير. ضربه الجزاء حسام عبد المجيد كانت هترجعك الماتش تاني من 2-0 ل 2-1. ضياع ضربه جزاء تريزيجيه كانت ممكن ترجعك الماتش تاني. ولكن انت النهارده كنت مصمم ان الاهلي يكسب الماتش ويكسبه بسكور، يمكن ده السكور الاكبر اللي الزمالك خده
في اول الموسم لحد دلوقتي. مباراه 3-0 يمكن ده اكتر فرق اهداف شفناه للزمالك على مدار هذا الموسم. طيب هل المباراه دي تقول ان الاهلي رجع المنافسه على الدوري؟ ولكن لسه الاهلي قراره مش بايده. يعني انت فاضل ماتشين لكل فرقه، انت محتاج الزمالك وبيراميدز يقعوا لهم ماتش على الاقل وانت تكسب وبعد كده نشوف. يعني انت ده اللي انت محتاجه كنادي اهلي. في نفس الوقت المباراه دي ضغطت على نادي الزمالك اكتر ما هو كان مضغوط. يعني فوز الزمالك النهارده على الاهلي كان هيودي الزمالك في حته ثانيه خالص على الاقل معنويا، لكن النهارده انت بقى في ضغط. خد بالك من حاجه، انت شايف ان المنافسه اهلي وزمالك، يا باشا في بيراميدز في الموضوع. بيراميدز دلوقتي هو ممكن عادي جدا تلاقيه هو بطل الدوري، لان خد بالك هو يعني لو الثلاث فرق اتساووا في النقاط اللي هيحصل كالتالي: هم الاول هيرجعوا للمواجهات المباشره بين الثلاث فرق، والثلاثه متساويين في المواجهات المباشره، لكن بعد كده هيرجعوا لفرق الاهداف. فرق الاهداف لصالح بيراميدز، فانت هتلاقي لو بفرق الاهداف هتلاقي بيراميدز الاول. فبيراميدز لا يغفل خالص في الحسبه دي، ما ينفعش تغفله في الحسبه دي خالص. ولكن انا شايف ان الماتش النهارده حل المنافسه وحل الماتشين الجايين لكل فرقه. فده كان رايي في الماتش. لو عجبك رايي في الماتش دوس لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.